يبقى أن عادل يبقى توفيق أن عادل عمروش وإن انهزم اليوم في المباراة أمام المغرب على البساط، فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيرة بفتح المغرب، فتح القجع تحديدا. بطبيعة الحال. خوتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. خوتي هذا الفيديو غنشوف فيه الذباب الكرغولي، الذباب الجزائري الكرغولي الهيطوكي اللي مسيروا الكابرانات، كيفاش كيتكلموا على المغرب، على فيدهم المغرب وعلى القجع، فيدهم القجع اللي غادي يفقس لهم المراره ديالهم. لكن سيدي القجع هو السبب في هادشي اللي وقع للمنتخب الجزائري، وواقع يعني كاع المنتخبات. هادشي اللي وقع للمنتخب سبب القجع، هو اللي مسير الحكام، مسير الكاف، هو اللي اللي فهمتيني يفرض عليك هاد الحكام ويعطيك هاد الحكام. وهذه مؤامرات ضدنا حنا ضد الجزائر باش يعني طير في الدور الاول، وغادي تسبب في الطرد ديال المدرب ديال تنزانيا. يعني القجع قال لك غرك على الاتحاد التنزاني لكرة القدم باش يطردوا المدرب ديال تنزانيا بسبب ديك التصريحات ديالو. المهم شي امور بزاف مشاو بعيد هاد الناس هادو. المغرب الله يسر، بحال المغرب دابا المغرب كيدوب المغرب القجع. والماتش ديال البارح ديك 3-0 بغات تسرط لهم. قال لك سيدي المهم خليكم مع الفيديو حتى النهايه، وخلينا الاراء ديالكم في التعاليق. ما تنساوش الخو ديروا لايك وبارطاجيو معنا الفيديو. يلا خوتي نتفرجوا في هاد بني كرغول حتى لنهايه الفيديو نتلاقاو. بأن هذه المنافسة فيها مفاجآت، ولكن فيها أيضا احترام للمنطق. مثلا المنتخب المغربي حتى الآن فائز على تنزانيا بثلاثية 3 أهداف مقابل 0. بعيدا عن النتيجة، والمغرب مطالب بعد الوجه الذي أظهره في المونديال أن يكون أحد المرشحين الأقوياء للفوز بهذا اللقب. ما حدث من خلاف خارج الميدان مع المدرب الجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا تبدو مسألة فيها وعليها، لأنه عادل عمروش لا يتكلم بصفته كجزائري، وهذا اللي بغينا نوصله لبعض الأصوات في المغرب، وإنما يتكلم بصفته مدرب لمنتخب يرى بأن حقوقه تهضم، يعني بأن الاتحادية المغربية وفوزي الأقجع، وهذا ليس جديدا، يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويريد أن يوفر كل الشروط حتى يفوز منتخب المغرب بهذه الكأس. فكيف شاهدت حالة الغضب والانزعاج والهجوم المغربي على عمروش، وأيضا ما حدث بعد ذلك في الندوات الصحفية وغيرها؟ توفيق. نعم، هذا ليس سرا وليس جديدا بأنه فوزي الأقجع يتحكم في دواليب الكاف، وصار الآمر الناهي في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وما قاله عادل عمروش هو الحقيقة بعينها ولا غبار عليها، لكن كما تعلم فإن الصحافة المغربية أو المخزن بصفة عامة يحاولون في كل مرة إثارة الجدل وملاحقة كل ما هو جزائري. وكما قلت الأخ هذا عادل عمروش هو جزائري الجنسية، لكن في نهاية المطاف هو مدرب للمنتخب التنزاني وهو يمثل الاتحادية التنزانية. لكن ما يؤسفني هو أن الاتحادية التنزانية بحد ذاتها لم تقف إلى جانب المدرب الجزائري. أكيد، لأنه لقجع في نهاية المطاف، يخافوا من اللقجع. صحيح. وخرج علينا رئيس الاتحاد التنزاني لكرة القدم وتبرأ من تصريحات عادل عمروش، وقال بأنها لا تمثل بأي حال من الأحوال وجهة نظر الاتحاد التنزاني، وقال بأنه سيكون هناك محاسبة في وقت لاحق. وهناك بعض الأخبار وبعض التقارير الإعلامية تقول بأن فوزي الأقجع يضغط وبقوة من أجل أن يقدم الاتحاد التنزاني على إقالة المدرب عادل عمروش من منصبه، حتى وهو في عز النهائيات. وقد يكون هذا، قد يكون الحاجة اللي ما يعرفوهاش أيضا الذباب المخزني توفيق، بأنه عادل عمروش يدافع عن المنتخب التنزاني حتى عندما لعبت تنزانيا ضد الجزائر. هذا لا يعني بأنه ليس جزائري، لأنه جزائري ورجل حر، ولكن لأن منصبه يفرض عليه أن يدافع على تنزانيا، فالغريب أن يكون عمروش أكثر تنزانية من الاتحاد التنزاني في نهاية المطاف. والأقجع هو اللي يتحكم فيهم، فمسألة مثيرة للاستغراب. يبقى توفيق أن عادل عمروش وإن انهزم اليوم في المباراة أمام المغرب على البساط،
فخارج البساط عادل عمروش نظن كسب نقاط كثيره بفتح المغرب، فتح لقجع تحديدا. بطبيعه الحال فقد فتح لقجع وقال بانه لقجع يتحكم في التوقيت، يتحكم في الملاعب، يتحكم في كل شيء حتى في تعيين الحكام، وهذا ما آلم المغاربه كثيرا لانها الحقيقه بعينها. والفوزي لقجع اصبح غولا كبيرا في الاتحاد الافريقي لكره القدم دون حسيب ولا رقيب امام الانبطاح الكلي للجنوب الافريقي موتسيبي الذي اصبح مجرد واجهه لهذا الاتحاد الذي اخذه لقجع كرهينه. والدليل انه فوزي لقجع تمكن من برمجه مباراه للمنتخب المغربي، مباراه وديه للمنتخب المغربي امام المنتخب السيراليوني قبل بدايه الكان ب4 ايام في احد ملاعب الكان، وهذا امر سابقا لم تحدث في تاريخ الكره الافريقيه. عادل عمروش في نهايه المطاف قال موقفه بشجاعه حتى وان خسر اليوم بثلاثيه ربما امام المنتخب المغربي، لكن في نهايه المطاف كان شجاعا وقال الحقيقه التي عجز عن قولها حتى التنزانيون انفسهم، ورئيس الاتحاد التنزاني الذي انبطح امام ضغوطات الفوزي لقجع ايما انبطاح. وهذا امر غريب جدا يؤكد تغول هذا الشخص وسيطرته على الاتحاد الافريقي لكره القدم. خلينا من ليكزيكوتيف وخلينا انت البارح الحكم، يعني انا نقولوا وماشي غير احنا قلنا خبراء تحكيم من بلد اخر يتكلم ويمد بالدلائل، انت كرئيس ولا كبعثه، خلينا من الطاقم الفني واللاعبين اللي هما يعني مهتمين بالجانب التقني وفي يعني الحصص التدريبيه، دوك البعثه اللي راحت كامل دينا كاع لي بريزيدون ليك، دينا كاع اللي عمل تما واش راهم يديروا في النهار؟ واش راهم يحوسوا؟ واش راهم يديروا؟ واش راهم فاهمني واش راهم يديروا؟ لي بريزيدون ليغ اللي راحوا مع تاع لافاف كذا واش هنا ربما لا السؤال يبقى مطروح. نعم انت اليوم لا من تما يا خويا يدير يعني ما الفائده من وجودهم هنا؟ ماشي الفائده، ما الفائده من وجودهم هناك؟ هذه واحده هي مهمه، هذه الاولى. ثانيا انت كرئيس فيدرالي ولا كبعثه، معليش رئيس فيدرالي نقولوا بالك عنده مهام اخرى، البعثه اللي راحت ما كاش واحد يقدر يدير احتجاج، ما كاش واحد يقدر يدير ان رابور يحطوا فيه لا كوميسيون داربيتراج تاع لاكاف، ياك كاع لاكاف هي فرصه في نزيد لك هي فرصه انت عندك كل هذه البطوله فرصه ايضا، عندك القنوات كل القنوات الجزائريه موجوده، بالقنوات يعني تاع السمعي البصري والاذاعه، واليوم عندنا يعني الحظ وين عندنا حتى يعني لي سيت هادو دانفورماسيون اللي موجودين بكثره. اليوم انت لازم دير دي كومونيكي تندد، وهاد الامور سرون يعني هاد لي كومونيكي سرون روبري بار دي زيترونجي، وهاد الامور اللي تخوف في الكاف. وعلاش تخوفها؟ لان كاين يعني الممولين، كاين يعني الناس اللي تبدا يعني تشكك في هذا الكاف وتشكك، لان لما الكان عباك كيف انت تضرب يعني سمعه الكان تضربها بهذه الاشياء، ان كاين كواليس تطبخ. اليوم لما تولي الكاف تولي تخاف، لان الممولين لما يروحوا لها الممولين واش تحوس الكاف؟ تحوس على الاموال، تفلس، لان اموال هذاك الحقير تاع المخدرات ما يكفوهمش، لانه هو شرى كلش. اللوبي هذا تاع المخزن هو اليوم لما تشوف انت لقجع الحق الى مدرب جزائري، انا اليوم لو كنت مكان رئيس الفيدراليه كنت اندد ونطلع اللهجه معاه، لان هذه هي الدبلوماسيه الرياضيه، لازم تتغلب. انا معك زين، زين انا معك زين، ولكن سامحني زين، هل التنديد كافي؟ هل التنديد؟ نعم التنديد عباره عن تنديد، هو عباره عن احتجاج فقط، ولكن انت احتجاج فقط. اما قعد سبيكتاتور، قعد حياتك كاع سبيكتاتور ونخلوا السنوات. لا لازم زين عامر، نحن نبحث عن خطوات عمليه. الجزائر شوف، نحن نبحث عن خطوات عمليه برجالها. شوف واقفه، واحد ما يقدر يقرب الجزائر، ولكن التنديد غير كافي. الدوله واقفه، ولكن في كره القدم واحد ما واقف، لازم تندد. نعطيك حاجه، في 2019 وزير مشى، رئيس فيدراليه مشى، اعضاء المكتب فيدرالي مشاو، الكل كان يمشي كما قال لك مؤمن. شوف كل واحد تعطي حقه، كل واحد تعطي حقه، ولو كاين اخطاء، ولكن الكل مشى. كاين ناس يعني مشات ولكن عملت العمل، ولكن كي تمشي انا ما شفتش اليوم كومونيكي تاع لافاف ولا كاش واحد هضر على الاربيطار. الناخب الوطني مستاء خلاص، قال لك ما نزيدش نهضر على التحكيم، ولكن على الفيدراليه يتكلم على التحكيم، نخلوا روحنا حتى يذبحونا خلاص إليميني باش تولي تتكلم. الى هنا خوتي كتكون نهايه الفيديو. كيف ما شفتوا معنا أشرف عقيل، لا لغه الحوار، ما كاين والو، دوك معطلين
والمغرب كيفيقوا بيه وينعسوا بيه، المغرب القجع المغرب القجع. ما فهمتش الناس ما كيخدموش على رؤوسهم، حاضينك في اي حاجه حاضينك، وما تسرطش ليهم المغرب ربح 3-0 ودخلوا بينما التحكيم القجع هو اللي كيوظفوه، هو اللي كيعطيك هذا الحكام ويصيفط لك هذا الحكام، وهو اللي محكم في الكاف كامله، يعني كلشي ديال القجع. ما عارفينش المغرب لعب مع الجوج الماتش الجاي، مع الجوج ديال النهار، ونلعبوا سيدي مع التساوي حنايا كاع، ما نلعبوا في الحراره وفي ديك القنطينه اللي غتكون مع الجوج. زعما هاد الناس هادو الله يشافيهم، قسما بالله الا كلامهم كيدخل من هنا ويخرج من هنا، منفين بهم حنا. كيف جاو علينا ممكن بعدا كنلقاو فين نتلاهاو وكنضحكوا بهم. هادشي اللي كاين الخوت. يلا خوتي خلينا الاراء ديالكم في التعاليق بالنسبه لهاد الهبل، هاد الحمق اشرف عقيل. خلينا الاراء ديالكم في التعاليق وبارطاجيو معنا الفيديو. كنتمنى تكونوا درتوا لي لايك الفيديو. يلا خوتي نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.